انت النهارده معلش لو ما دخلش فيك جون انت لحد الدقيقه 94 او 95 عندك فرصه ان انت تكسب المباراه، لكن بدخول الجون انت سبب لك مشكله كبيره، عمل لك مشكله كبيره، فجر كل المشاكل جوه الملعب. بجون احمد علي كل المشاكل ظهرت. لكن اللي الكابتن ضياء بيتكلم عليه ان انت مش ضروري المشاكل بقى تطلع ان نلاقي المشكله انفجرت بقى خلاص بقى كله، لا ما ينفعش ما ينفعش. لازم تحوط على الفرقه، لازم تدي ثقه تانية للفرقه، لازم تشيل عنهم الضغوط، لازم واحد يشيل الضغوط من على اللعيبه، لازم واحد يتحمل المسؤوليه يكون موجود ويشيل الضغوط من على اللعيبه، لان ما احناش متعودين ان الضغوط تنزل جوه الملعب. يشيلها ازاي؟ انت كنت بتسال كابتن ضياء سؤال في الفاصل، مش هساله انا. لا ما تسالوش. انت قول لوحدك. لا 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 بجد النادي الاهلي محتاج قرار حاسم، محتاج تدخل جراحي بشكل كبير، لكن عايز جراح شاطر، عايز جراح بيدخل يشيل الورم ويطلع من غير ما يسبب مشاكل، وهو بعد العمليه نلاقي مشاكل كبيره تدخلت انفكشن والتهابات وتلاقي الجرح. لا عايزين واحد جراح يدخل زي المستشار. مش عيب لما انا اجيب حد او حد لجنه فنيه او ناخد راي بعض او ندخل ونشوف الصالح العام. اذا النهارده باد لك السنه دي ممكن، ايه المشكله؟ ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا ارفع الحرج عن اي مدير فني، اشيل من عنده الضغوط واشيل من عند اللعيبه، والدوري لسه طويل، واقول يا جماعه هل هتقدر تقول ده لجماهيرك او تواجه جماهيرك بده؟ ما هو ده السؤال.